مرحبا بكم في فيديو جديد. لا تنسوا لايك والاشتراك لكي تستمر في هذا المحتوى. استقر الثنائي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد ودييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد على التشكيل الخاص بلقاء الديربي المقرر له اليوم الأربعاء في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، وتحتضن المملكة العربية السعودية بطولة السوبر الإسباني كما هو الحالي في السنوات الأخيرة، ويشارك فيها أيضا برشلونة وأساسونا. وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن أنشيلوتي سيدفع بكل أوراقه الجاهزة بقيادة فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام، بينما يتسلح سيميوني بالثنائي موراتا وجريزمان. ومن المتوقع أن يكون تشكيل ريال مدريد كالتالي: لونين، جارسيا، ناتشو، روديجر، كارفاخال، تشواميني، كروس، فالفيردي، بيلينجهام، رودريجو، فينيسيوس. أما أتلتيكو مدريد فمن المنتظر أن يبدأ بالتشكيل التالي: وبلاك، لينو، هيرموسو، خيمينيز، سافيتش، مولينا، دي بول، كوكي، يورينتي، غريزمان، موراتا.